النهاردة حبيبة قلبي هنعمل مع بعض صوص السينابون التحفة الخطير. القوام المتماسك والمتماثل اللي انت شايفاه ده، بص الجمال، تحفة. يلا بينا على طول نشوف عملنا السينابون الجميل ده ازاي. يلا بينا نيجي بقى مع بعض نعمل صوص الجبنة التحفة الرهيب اللي هو على أساسه احنا بنحب السينابون. أنا عندي العلبة ديت تقريبا كده ربع كيلو. تمام، واخده منها بس يا دوب معلقتين كبار، فهنزلها كلها. انت الكميه اساسها ان نص كوبايه جبنه كريمي، فانا عشان الاولاد بيحبوا الصوص كتير فانا هضاعف الكميه. تمام، هنزل عليها مكعبين كبار من الزبده بدرجه حراره المطبخ. تمام، انزل عليهم كده بنقطتين من الفانيليا، وعليها ذره ملح صغيره. دلوقتي كمية الحليب عندي نص كوباية حليب، وطبعا قابلة للزيادة لأن حسب سماكة الصوص اللي انت عايزاه. وعندي كمية من السكر، يعني 5 أو 6 معالق أو حسب برضو انت ذوقك في السكر. ببتدي أقلبه كده في اللبن عندي. تمام، أتأكد كويس كده إن السكر عندي ديب، يعني كمية السكر قابلة للزيادة أو النقص. تمام، يبقى حسب ذوق حضرتك في السكر، بحبها ناقصة سكر أو السكر بتاعها مظبوط. أنا شايفة كده عندي إن الكوباية اللي أنا حطيتها دي كوباية وسط، حطيت فيها مش مليانة سكر. وطبعا زي ما اتفقنا انتي حابة تقللي تنقصي حسبك انتي. تمام، هجيب عندي الخليط بتاعي كده وهفضل اقلب فيه، والمفروض ان انا اضربه بمضرب كهرباء او الويسك العادي. تمام، هبتدي انزل عندي كده بخليط الحليب مع السكر بالتقليب كده حبه حبه، وابتدي اقلب. طبعا الزبده عايزاها بدرجه حراره الغرفه، وكمان يعني دايبه شويه، بس انا عشان عندي جامده هنا عادي انا هضربها بالمضرب مش هتبان تماما. المفروض ان القوام ده كريمي. لو انت حابه ان الجبنه تتمزج بسرعه هي والزبده، الحليب بيبقى دافي شويه، فانا عشان بارد هبتدي ادفيه في الميكرويف. يبقى زي ما اتفقنا، طريقه عشان خاطر ادوب السكر وعشان خاطر ادوب الزبده، بستخدم الحليب اللي هي الكميه اللي هي النص كوبايه او الكوبايه، بستخدمها يعني سخنه شويه. تمام، او تستخدمي السكر البودر. تمام، بس انا عشان ما طحنتهوش فهسخن له الحليب وانزل عليه، هيبقى هيدوب على طول. يبقى عندك حل من الطريقتين اللي هو السكر البودر، فبالتالي الحليب هيبقى بارد عادي، وان تكون الزبده طالعه قبلها بفتره عشان خاطر ما تبقاش فيها كتل. اما لو عندك العكس بقى، انك انت ما عندكيش سكر بودر، بيبقى السكر حبيبات عادي مش هيوقف معاكي. بتحطي اللبن ساخن شويه. وده شكل الحليب بعد ما سخنته بالشكل اللي انت شايفاه ده. هيبتدي يسخن معايا الزبده والسكر. طبعا القوام ده تخين، انا هبتدي ازود الحليب حبه بحبه. زي ما اتفقنا القوام ده راجع ليكي انت. زي ما اتفقنا الخليط السماكه بتاعته راجع ليكي. هبتدي انزل بالحليب الساخن كده شويه بشويه. زي ما اتفقنا انا سخنت الحليب كده بالشكل ده. ضفت له شويه تاني.
على فكرة الخليط ده لما بيدخل التلاجة بيمسك، فلو انت حابة تدخليه الميكرويف دقيقة الخليط يمتزج مع بعضه، او تضربيه بالهاند بلندر. هحطه في الدورق بتاع الهاند بلندر وهضربه، وبكده يكون عملنا صوص السينابون بطريقة خطيرة، قوام متماسك وطعم حكاية. جربيه على طريقتي وبألف هنا وشفا.